التعويم والتضخم، الكلمة دي سمعناها كتير جدا كمصريين من زمان، واكيد طبعا على فترات مختلفة، لكن في الوقت الحالي سمعناها كتير. لكن في ناس اكيد طبعا ما تعرفش يعني ايه تعويم ويعني ايه تضخم، لكن اغلبنا فاهم ان دي مشاكل بسبب الاقتصاد. يعني اول ما نسمع كلمة تعويم وتضخم يبقى في مشاكل في الاقتصاد، واكيد طبعا كلنا عارفين ان ده بيسبب زيادة في الاسعار. حضرتك تروح تشتري السلعة دي بسعر النهارده ولما يحصل التعويم تلاقيها غليت، فايه اللي ما بيفهمش يعرف ان ده تعويم. لكن ايه بالظبط معنى تعويم وايه بالظبط معنى التضخم؟ اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اكيد طبعا كلنا بنسمع التعويم والتضخم، لكن حضرتك تعرف ايه يعني التعويم او التضخم؟ في كتير مننا ما يعرفوش يعني ايه تعويم ويعني ايه تضخم، بس بيعرفوا ان السلع اول ما بتغلى يبقى ده تعويم. لكن كلمه تضخم ما حدش يفهمها كتير. نخش في الموضوع على طول، نظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. في البدايه كده نبدا بالتعويم. التعويم وتعريف التعويم. التعويم خطه اقتصاديه بتلجأ اليها الدول في حاله وجود مشاكل في الاقتصاد. لكن للاسف التعويم سمعته سيئه حتى مع صندوق النقد الدولي. برضه ما فهمناش يعني ايه كلمه تعويم بالظبط. خلاص الموضوع التعويم ان الدوله بتخلي سعر الصرف مرتبط باليات العرض والطلب، يعني مش هتتحكم في سعر العملات الاجنبيه وزي ما السوق بقى يودينا. طب ايه الغرض من التعويم بالظبط؟ يقال ان الغرض من التعويم زياده صادرات السلع وتقليل الواردات. افتكر كده فهمنا يعني ايه تعويم بالظبط وايه الغرض منه. يبقى التعويم اللي هيتحكم في سعر صرف العملات، العرض والطلب. حاجه بسيطه اهي، ومعمول ليه؟ عشان نزود صادراتنا ونقلل وارداتنا. اظن كده بعدنا عن المصطلحات المتلخبطه وفهمنا يعني ايه تعويم. تعويم العمله بيقسموه لنوعين. حاجه اسمها كده التعويم الحر، يعني البنك المركزي ما بيحددش سعر للعملات. والتعويم الحر ده بتفضله الدول الراسماليه، وبيكون هدفها زي ما احنا قلنا خفض الواردات وزياده الصادرات. ده اذا كان عند الدول دي حاجه تصدرها اصلا. النوع الثاني بقى اسمه التعويم الموجه، وبيكون في سعر الصرف مرتبط بالعرض والطلب. بس النوع ده بقى ممكن البنك المركزي يتدخل في سعر العملات، بس طبعا حاطين قوانين البنك المركزي يتدخل فيها اذا كان في فجوه كبيره بين العرض والطلب واسعار الصرف الفوريه والاجليه. لكن في النهايه تعويم العمله ده له ايجابيات وسلبيات. فمثلا من ايجاباته ان هو بيقلل من تزوير العملات الاجنبيه او اللعب في سعرها وقيمتها، وبيخلي البنك المركزي له كامل السيطره في اداره ملف العملات الاجنبيه. وبيسبب التعويم برضه شح في العملات الاجنبيه، يعني العملات الاجنبيه ما بتبقاش متوفره في السوق والناس بقى تستخدم العمله الوطنيه وترفع من اقتصاد بلدها، ونتخلى بقى عن سيطره الدولار واليورو. بس يا ترى بقى الدول اللي بتعوم دي دول يعني انتاجيه، عندها مصانع وعندها انتاج كبير؟ ما عشان تصدر مش بيقولوا التعويم عشان نزود الصادرات ونقلل الواردات، يبقى لازم نصنع بقى. لكن التعويم ده مفيد بقى للناس اللي بتحول للعمله الاجنبيه، يعني اللي معاها عمله صعبه، بيتدخل هو بقى العمله الصعبه ويسيب عمله بلده تروح بقى مطرح ما تروح زي ما حصل في الفتره الاخيره. لكن مشاكل التعويم بقى له مشاكل كتير. اول حاجه بيرفع التضخم. مش حضرتك تسمع كل شويه في تضخم تضخم؟ لازم نعرف معنى التضخم. يعني السلع والحاجه بتغلى. يعني حضرتك ممكن تكون نايم كده وجايب عشاء ومتعشي ب 30 40 50 100 جنيه، تاني يوم تنزل تشتري العشاء تلاقي ب 300 جنيه، كده تعرف ان في تضخم. يعني بالبلدي كده الفلوس اللي في جيبك هتشتري بيها كميه اقل من اللي انت كنت بتشتريها قبل كده. والتضخم بيحصل بسبب التعويم، والنقطه دي مشكله كبيره جدا من مشاكل التعويم. طب غلاء الاسعار والتضخم ده مفيش اي يعني طريقه نقدر نسيطر بيها على الموضوع ده؟ في الحقيقه هو في طريقه بس مش سهله خالص، لان حضرتك مش ممكن تتحكم في كل عوامل التضخم. الطريقه دي ان احنا بنسيطر على التضخم من خلال البنوك المركزيه، وبنعمل سياسات نقديه كده، مثلا زي البنك المركزي الفيدرالي الامريكي كل شويه يطلع ويجتمع ويعلي سعر الفايده. طب ليه بقى بتعلوا سعر الفايده؟ عشان نسيطر على التضخم من الناحيه الثانيه. انا بقول ده كل ده هرس ومحدش بصراحه فاهم حاجه في اي حاجه. طب ما امريكا عملت الموضوع ده كتير جدا والتضخم مش عارفين يسيطروا عليه. ان بعض الخبراء بيبرروا موقف يعني زياده الفايده ان هم شايفين ان الموضوع ده هيقلل العرض والطلب على السلع، فبالتالي هيحصل ابطاء للنمو الاقتصادي فهنسيطر على التضخم. هو حضرتك المواضيع دي معقده شويه، بالاخص موضوع الاقتصاد ده معقد شويه، لكن يعني يا ريت نحاول نفهمه. من مشاكل التعويم زي ما احنا قلنا برضو ان هو بيعمل اضطرابات بالاخص في الدول اللي اقتصادها تعبان. تبص تلاقي ان الاسعار زادت والناس مش عارفه تجيب قوت يومها. ده غير ان زياده الديون الخارجيه اللي بتحصل للدوله اللي بتعمل التعويم. تاريخيا في دول كتير تبنت سياسه التعويم، خصوصا بعد الازمه العالميه سنه 2008. الصين والهند والارجنتين وماليزيا. يا ترى التعويم مع الدول دي جاب نتيجه ولا ما جابش نتيجه؟ خبراء الاقتصاد بيقولوا ان في دول جاب نتيجه وفي دول ما جابش نتيجه، واكيد طبعا الدول اللي جاب نتيجه معاها كانت دول بتصنع وبتصدر. الدول اللي ما جابش نتيجه معاها ما كانتش بتصنع اصلا، لان من ما احنا قلنا في اول الحلقه
ان التعويم ده معمول عشان زياده الصادرات وتقليل الواردات. فحضرتك هتعمل تعويم يبقى لازم يكون عندك صناعه، يا اما بقى ما تعملش تعويم والطيب احسن. فهمنا يعني ايه تعويم ويعني ايه تضخم، وايه مشاكل التعويم وازاي نسيطر على التضخم. اصدقائي الاعزاء شكرا لكم ولمتابعتكم، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، والسلام ختام.